قصة سبيطار المجانين اللي شفت فيه شي معمرني ننساه. هاد القصة وقعت ليا وانا باقي صغير، كان عندي تقريبا 10 سنين، وكان نهار عادي كنلعبوا في الدرب انا ولاد العائلة، بنت خالتي، ولد خالي، ولاد عمامي. من بعد شوية ملينا من اللعب، وشي واحد قال: شنو رأيكم نديروا القرعة؟ اللي خسر يمشي لواحد البلاصة مخوفة. كلنا وافقنا بلا ما نفكروا، والبلاصة سبيطار ديال المجانين مهجور قريب لينا، وكل شي كيهضر عليه بالرعب. داروا القرعة، ومن حظي المنحوس أنا اللي خسرت، ومعايا بنت خالتي، وكانت معروفة بالخوف، عندها تقريبا 12 عام. فالغريب أنا ما كنتش خايف بزاف، ولكن بنت خالتي كانت كترعد. شدينا الطريق وكنعديو من جهة السوق حتى وصلنا قدام السبيطار، وفاش قربنا من الباب وقع شي حاجة ماشي طبيعية. حسينا بحال إلا تبوريشة برد طلعات من رجلينا حتى لراسيالنا. الباب، باب الحديد الكبير، كان محلول، وانا كنحلف عمري شفتو محلول قبل. دخلنا، واللي شفناه تما غير حياتي. شفنا كائن أبيض ما نقدرش نفسرو، عنده قرون وعينيه حمرين غامقين، ما عرفتش مش جن ولا شيطان. وراه هذاك الكائن كانوا ناس، ولكن ماشي بحال الناس، وجوههم مشوهة، لابسين لباس ديال الأطباء، وكيطلعوا فينا بنظرات كتحمق. واحد فيهم قال بصوت بارد: غادي توليو بحالنا. في داك اللحظة حسيت بالدم تجمد في عروقي. جرينا بحال المجانين، ما بقات فينا نفس. وصلنا للدار وحكينا كل شي لبابا. بابا سكت، طول في السكات، ومن بعد قال جملة عمرها خرجت من بالي: راكم شفتوا الحقيقة ديال هاد البلاصة، ولكن خاصكم تسكتوا وما تقولوه حتى لشي واحد. قال لينا باللي السبيطار تحرق زمان وماتوا فيه ناس بزاف، حتى رجال الأمن ما خرجوش سالمين. وحنا سكتنا. ومن داك النهار وانا كنحكي هاد القصة، والخوف كيرجع ليا بحال إلا مازال تما. والحمد لله بدلنا البلاصة، ولكن هذاك المشهد عمرو ما مشى من راسي.